اي حد قالك قبل كده بيكنج باودر او نشا او لازم فرن او شوايه عشان تعملي كفته الحيتي، يبقى ننسى الكلام ده خالص ونعمل مع بعض النهارده كفته الحيتي على اصولها من غير ما نحتاج شوايه ولا نشغل الفرن. وهقولك على كل التفاصيل والتريكات اللي تطلعها معاكي دايبه من جوه كده ومحتفظه بالطراوه بتاعتها ومن بره متماسكه ومتشمعه كويس وبتلمع لمعتها المظبوطه. والكميه دي كلها تبارك الله من كيلو لحمه مفرومه بس. حضروا اللحمه بتاعتكم يلا وتعالوا نعمل الكفته. هحتاج لكيلو اللحمه المفرومه 3 بصلات حجم وسط، هفرمهم ناعم جدا اعصره كويس قوي سواء في المصفى بالطريقه دي او على كف ايدي. المهم ان انا افصل الميه خالص عن تفل. هشيل بقى الميه بتاعتي على جنب عشان هحتاجها، والبصل التفل بتاعه هخليه برضو على جنب عشان ده ربع حزمه بقدونس كده اختياري. هغسل الورق بتاعها كويس قوي واقطعه صغير بس خالص. البقدونس مع كفته بتاخدها في حته تانية. نيجي بقى للمهم، كيلو لحمه مفرومه. لازم اللحمه بتاعتي تكون مفرومه ناعم كويس يعني يا اما هقول للجزار ان هو يفرمها ناعم ياخدها وشين كده 3، او انا هضربها في الكبه لحد ما تبقى ناعمه بالطريقه دايما انها ماسكه نفسها وما جابتش ميه قبل عليها تفل البصل والبقدونس اللي قطعناه مع بعض. والبهارات اللي انا بستخدمها بس ملح وفلفل اسود وشويه من بهارات اللحمه. دي بهارات الكفته المظبوطه، ولا في بقى بهارات سريه ولا بنحط اي اضافات. بقى المكون السحري بتاعي اللي بيخلي الكفته وبيمتص اي سوائل موجوده فيها علشان ما تفكش منك ناعم مطحون. لكيلو اللحمه المفرومه حطيت 3 معالق كبار من البقسماط جاهز او اي توست او عيش عندك حمصيه وطحنيه. واستخدمي البقسماط وادعي مش هتلاقي حد ابدا يقولك على السر. واعجني الكفته كويس جدا ودخليها تتشمع على رف التلاجة. حضري بقى ميه البصل بشويه ملح وفلفل، معلقه كبيره زيت ومعلقه صغيره صلصه، ودوبيهم كده في الميه بتاعه البصل عشان هنستخدمها في تصبيع الكفته. سبتها في التلاجة 10 دقائق تقريبا تتشمع كده كويس، وهبتدي اصبع بقى. عندك حجم صابع الكفته، لو عندنا عزومه مثلا اقصى حاجه لحجم الكفته يكون 85 جرام عشان تاخد التسويه المظبوطه. ما بنزودش عن الحجم ده، انما عايزه تقللي عن كده ممكن تقلله عن كده عادي، بس انا بفضل ان احنا نعملها الحجم ده. وممكن تقسموا بقى صابع الكفته بعد كده لنصين عادي خالص. انا بقى بحب اصبع على اسياخ كده، وممكن اسيبها على الاسياخ زي ما هي، وممكن كمان ان انا افكها من الاسياخ وافردها كده واعملها كفته عاديه خالص. الاتنين اختياري عندكم، بس لازم اصبع على سيخ او اي عصايه يعني نظيفه للاكل عندي، اصبع عليها واديها الشكل المطلوب للكفته ده. باخد بقى الكفته بتاعتي وافردها على السيخ واصبعها، وبعدين في الاخر اخد شويه من ميه البصل اشمع بيها صباع الكفته واديله اللمعه المطلوبه، واجزع الصباع كده بالشكل ده، وكده الكفته بتاعتي بتكون جاهزه. هخلص الكميه كلها عندي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. وبرده بحب ادخل الكفته بتاعتي التلاجة تتشمع قبل التسويه 10 دقايق، برضو ربع ساعه، وان كان ممكن تصبعيها من بالليل اصلا وتحطيها على رف التلاجة وتاني يوم تسويها. كل ما قعدت في التلاجة ومسكت نفسها اكتر كل ما كانت التسوية بالنسبة لك أفضل. نيجي بقى لأهم مرحلة بعد ما عملنا الكفتة وهي التسوية. عندك جريلاية كده كبيرة أو صينية برضو واسعة وكبيرة، بحطها على نار عالية وبمسحة زيت وسمنة بلدي كده بمسحها بس عشان الكفتة ما تلزقش عندي، وتكون الطاسة سخنة كويس جدا مولعة عشان اقدر انا انزل بصوابع الكفته بتاعتي وتاخد صدمه بالطريقه دي كانك نازله بيها على شوايه بالظبط. ودي من اهم خطوات تسويه الكفته، انك تديها صدمه كويسه. هو ده اللي هيخليها تستوي كويس جدا من جوه ومن بره، وفي نفس الوقت محتفظه بالطراوه بتاعتها والعصاره من جوه، كاني بقى بشوي على شوايه بالظبط او على جريل، وافضل اقلب كده في الكفته بتاعتي وانا برضو معليه النار عادي. وفي النص ببدا اديها مسحتين كده بعد ما اخدها تشميعه من الجناب كلها، مسحتين بميه البصل بتاعتي اللي احنا موضبينها. بتاخد بقى وقت قد ايه تسويه معايا؟ مش اكتر من 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط. ولمي الكفته بتاعتك وشيلي وحطي الدور اللي بعد عشان ما تنشفش منك. هي خلاص 10 دقايق بتكون خدت التسويه بتاعتها المظبوط. هلم الاسياخ بتاعتي على جنب كده، وبنفس الطريقه في نفس الدهون اللي كانت موجوده على الطاسه بتاعتي هبتدي احط الكفته اللي من غير اسياخ، وبنفس الطريقه ونفس الشكل هقلبها يمين وشمال لحد ما تمسك نفسها وتستوي كويس قوي. وبرده هم نفس ال10 دقايق، ما بتاخدش معانا ابدا ابدا مجهود ولا وقت خالص. واختياري جدا قطعه من الفحم نقدر نولعها عشان نديها طعم الفحم،
او من غيرها اصلا، فهو الطعم مظبوط جدا. ومعتاد طبعا ان الكفته بتطلع على بقدونس، هو اللي بيديها الطعم الخطير في الاخر بتاع كفته الحياتي بالظبط، اللمسه الاخيره يعني زي ما بنقول. واتفرجوا بقى على جمال الكفته ولونها وتسويتها من بره، وقد ايه طراوتها ما تتوصفش. حضروا بقى سلطه الحياتي وسلطه الطحينه والعيش البلد، واعملوا احلى غدوه ليكم وللحبايب. هي كده لوحدها باين تفاصيلها وجمالها وشكلها اللي يفتح النفس. تعالوا بقى شوفوها من جوه عامله ازاي. المنظر ده عمركم ما هتشوفوه في حته ابدا، انها تكون محتفظه بالعصاره بتاعتها جوه بالشكل ده. شايفين الطراوه؟ باين نجاحها وتفاصيلها بكل الطرق. والطريقه دي متاكده لو جربتوها مش هتبطلوا ابدا تعملوها. انا كده خلصت وصفه كفته الحياتي بتاعتي النهارده خلاص. متاكده من سهولتها وبساطتها وحلاوتها، وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوها، وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم لو استفدتم مني وعجبتكم. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.